أبطال الصف الثالث الإعدادي، ويلكم باك. معاكم مس رشا جلال، ودي قناتي مس إنجليزي. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض نماذج الامتحانات كمراجعة نهائية للترم الثاني 2024 طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية اللي هتمتحن عليها السنة دي بإذن الله. هيجيلك طبعا في الامتحان عبارة عن 6 أسئلة. أول سؤال المحادثة، بعد كده سؤال قطعة وأكمل الفراغات، بعد كده هيجيلي قطعة أحل عليها، وبعد كده طبعا هيجيلي كده سؤال اختياري واكمل الجمل. وطبعا ده هيبقى على اساس الجرامر، هنكملها بالكلمه الصحيحه، هنصحح الكلمه اللي بين الاقوال، واخر حاجه هيبقى عندي الباراجراف. يلا نبدا مع بعض. عندي اول محافظه القاهره. بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي supply the missing parts in the following dialogue. supply the missing parts in the following dialogue. اكمل الفراغات في المحادثة دي. هنا بيقول لي أحمد and عمر are talking about deforestation. إيه هو deforestation؟ deforestation هي التصحر. طبعا أحمد بيسأل عمر، وعشان نحل سؤال المحادثة لازم أقرأه لحد الآخر، لازم أقرأه كويس جدا لحد الآخر مرة، وبعد كده أبتدي أقرأ تاني علشان أحل. فهنا أحمد بيقول له hello عمر what are you doing now؟ تعمل ايه؟ قال له I am reading about وراح مديله نقط. طبعا واحنا بنقرا بنحاول ان احنا نترجم او نفهم هو بيقول ايه. فاحمد سأل سؤال، فرد عمر قال له deforestation means that there are fewer trees in rainforests. deforestation معناها ايه؟ ان هو عندي fewer trees، نباتات اقل في الغابات. قال له is it dangerous for the environment؟ رد قال له حاجة it damages the nature habitat of many animals. أحمد قال له how terrible scientists should solve this problem. لازم يحلوا المشكلة دي العلماء طبعا. نيجي نقرأ من الأول علشان هنحل بقى. بيقول له hello عمر what are you doing now؟ قال له I am reading about إيه؟ احنا فهمنا من السياق ان هو بيقرأ عن deforestation، فقال له I am reading about deforestation. رجع أحمد سأل سؤال، عمر رد عليه قال له deforestation means that there are fewer trees in rainforests. طيب السؤال كان ايه؟ انا هعلمك ازاي تكون السؤال من الإجابة. انا عندي طبعا اي جملة خبرية في اللغة الإنجليزية عبارة عن فاعل وفعل وتكملة، فاعل وفعل وتكملة. الفعل هنا ايه؟ deforestation، وعندي الفعل means، ودي التكملة. طيب القاعدة العامة لتكوين السؤال اللي هو السؤال اللي بكلمة استفهام، بجيب أداة الاستفهام، بعديها فعل مساعد، بعديها فاعل، بعديها مصدر أو بقية الكلام اللي هو إيه، أو المصدر أو شكل الفعل أيا كان بقى، مضاف له ING، تصريف ثالث، مصدر، وبقية الكلام. أنا هنا هسأل عن إيه؟ هنسأل عن deforestation ولا means ولا التعريف اللي هو قاله أو معناه إيه؟ هنسأل عن التعريف اللي هو قاله. عايزين نسأل نقول إيه هي deforestation؟ تمام؟ يبقى هنسأل what. طيب الفعل المساعد هجيبه إزاي؟ هبص للفعل. الفعل مصدر هجيب do. طب الفعل تصريف تاني هجيب إيه؟ did. طب الفعل مضاف له اس هجيب does، وهو ده اللي هنا قلنا means يبقى does. what does. فين الفعل؟ deforestation. What does deforestation mean؟ يبقى what does deforestation mean؟ قال لي deforestation means that there are fewer trees in rainforests. هنا أحمد بيسأل سؤال بيقول is it dangerous for the environment؟ is it dangerous for the environment؟ هل هي خطر على البيئة؟ هنجاوب بإيه؟ لأن هنا بيقول له it damages the nature habitat of many animals. طبعا دي حاجة خطيرة، يبقى قال له هنا ايه؟ yes. طبعا ده سؤال بإز، يبقى سؤال بهل، هنجاوب بيس أو بنو. هيقول له هنا yes ونحط كوما، وبعد ما نحط كوما نعكس بقى is it، هتبقى yes it is. yes it is it damages، وبدأ يفسر ليه هو قال له yes it is. رد أحمد قال له how terrible scientists should solve this problem. how terrible scientists should solve this problem. وبكده خلصنا المحادثة، ومفيش مانع طبعا ان احنا نراجع عليها ونبص عليها تاني من الأول كده، نشوف اللي احنا عملناه.
نيجي للسؤال التاني بيقول لي ايه؟ read and complete the text with words from the following list. read and complete the text with words from the following list. بيقول لي جايب لي طبعا مجموعة من الكلمات believed, million, wonders, believes, we desert. Egypt has some wonders. Egypt has طبعا برضو يتطلب مني ان انا اقرأ القطعة كلها. خد بالك طبعا السؤال ده مهم جدا انك انت تقرأ القطعة كلها. ليه بقى؟ لان احنا لو حطينا كلمة واحدة غلط للأسف هيبقى فيه كلمة تانية او كلمتين او اكتر برضو غلط يعني. فعشان كده مهم جدا ان احنا نكون حريصين جدا واحنا بنكمل الفراغات. بيقول لي هنا Egypt has some wonders. The Great Sand Sea is one of these plank. This is a part of the western plank and here you can find lots of big sand mountains and some unusual glass. It is that the glass is more than 29 blank years old. نيجي بقى نكمل من الأول. بيقول لي إيه؟ Egypt has some wonders. Egypt has some wonders. طبعا إن مصر فيها بعض عجائب الدنيا دي. قال لي the Great Sand Sea is one of these. of these إيه؟ believed ولا million ولا wonders ولا believes ولا desert is one of these wonders. ونشطب عليها كده. This is a part of the western ايه؟ western desert. تمام. And here you can find lots of big sand mountains and some unusual glass. It is ايه؟ that the glass is more than 29. it is believed. طبعا احنا هنقول believed مش believes لان is طبعا بيجي بعديها يا فعل مضاف له ing لتصريف تالت. بقول it is believed that the glass is more than 29 million years old. million وبكده طبعا نكون خلصنا القطعة ومفيش مانع برضو ان احنا نقراها كويس بعد ما نخلص. ونيجي للسؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ read the following then answer the questions. Your goal is something that you want to do. First you should decide what that goal is. لازم اقرأ القطعة دي كلها الاول وبعد كده اقرأ الاسئلة وبعد كده ارجع تاني اقرأها وافسرها علشان وانا بقرأها للمرة التانية هكون بدور على حل الاسئلة. تمام. يعني هو هنا طبعا ده اول امتحان بس اللي انا هعمله معاكم كده انما بعد كده احنا هنحل على طول. انما انا بعرفك دلوقتي ازاي كمان تحل كويس عشان نقلل الاخطاء. بيقول لي your goal is something that you want to do. First you should decide what that goal is. Do you want to pass an exam? Do you want to be a doctor? Do you want to be wealthy? Think about what you want and decide on your goal. You should write your goal on a piece of paper. Put your goal poster on your wall and look at it every day. Then decide what you have to do to achieve your goal. Some people never reach their goal because they think it is impossible. It is impossible. You should think positively. Don't think the exam is difficult and I will probably fail. People who think negatively seldom reach their goals. So be positive. تمام. انا طبعا بالنسبة لي مش هقرأ بقى الاسئلة وارجع تاني احل. احنا هنحل على طول. هو هنا بيقولك your goal is something that you want to do. طبعا الهدف بتاعك هو بيعرفولك عبارة عن ايه. هي حاجة بتحاول تحققها او بتحاول تعملها. First أول حاجة you should decide what that goal is. لازم أول حاجة تقرر أصلا إيه هدفك. أنت إيه هدفك من دراستك؟ إيه هدفك من كذا؟ عايز توصل لإيه؟ Do you want to pass an exam؟
طيب تحب تعدي الامتحان ده تجتازه. do you want to be a doctor، تحب تبقى دكتور. do you want to be wealthy، تحب يبقى عندك ثروة. think about what you want. وانت بتقرا كده لازم تترجم وتعرف تفهم كويس جدا الكلمات والقطعة بتقول ايه. تمام. قال لي هنا، فهنا بيقولك think about what you want and decide on your goal. وقرر الهدف بتاعك. you should write your goal on a piece of paper. ممكن كمان او المفروض انك تكتب الهدف بتاعك على قطعة من الورق. put your goal poster on your wall and look at it every day. حلوة قوي الفكرة دي، حتى احنا ممكن ننفذها. بيقولك انك انت تجيب قطعة من الورق وتكتب عليها الهدف بتاعك وتحطه قدامك، تلزقه قدامك طبعا على مكتبك في حتة ايه تبص عليها كل يوم. تمام، على الحيطة. then decide what you have to do to achieve your goal. وبعد كده تقرر هتعمل ايه علشان تحقق الهدف بتاعك. some people never reach their goal because they think it's impossible. في بعض الناس طبعا ما بتقدرش تحقق أهدافها علشان خاطر هي مفكرة ان هي مستحيلة. you should think positively. لازم نفكر بإيجابية. don't think the exam is difficult. ما تفكرش خالص طبعا ان الامتحان هيكون صعب او الامتحان صعب. it will and I will probably fail. ومن المحتمل ان انا افشل. طبعا ما تحطش الفكرة دي في دماغك. people who think negatively seldom reach their goals. لان الناس اللي بتفكر بطريقة سلبية طبعا عمرهم ما بيحققوا هدفهم. فعلشان كده لازم نبقى so be positive، كن ايجابي. لازم تفكر بطريقة ايجابية. بيقول لي question number 1 according to the passage what is your goal. what is your goal، ايه هو الهدف بتاعك. ندور كده في القطعة على الإجابة. your goal is something that you want to do. ادي الإجابة بتاعتي وهننقلها هنا واقول my goal. طبعا انا هحول الضمائر بقى. my goal is something that I want to do. السؤال التاني why do some people never reach their goal. اهو نيجي برضو نطلع من القطعة اهو some people never reach their goal. ليه؟ why because they think it is impossible. هنقول هنا because. طبعا ممكن اخد الجملة كلها بس أنا طبعا عشان أقلل الفيديو. because they think it is impossible. where do you have to put your goal poster. where do you have to put your goal poster. where do you have to put your goal poster. هنحطه فين اهون. put your goal poster on your wall and look at it every day. on your wall. يبقى هنا هقول كده هون I have to هون I have to put my. شوف انا باخد من الاجابه. احنا حذفنا اداه الاستفهام والفعل المساعد وحولنا يو لاي وكملنا الجمله مع تحويل الضمائر طبعا. و I have to put my goal poster on ايه بقى. on my wall. on my wall. and لو ماشي عايز تكمل بقى لاخر الجمله تمام، انما هي الاجابه بتاعتي الصحيحه المكان on my wall. بيقول لي people who think seldom reach their goals. think negatively positively actively bravely. طبعا negatively. خلاص قال لي the synonym of the word wealthy is المرادف او wealthy بتساوي rich. نيجي بعد كده للسؤال question number 4. بيقول لي choose the correct answer from A, B, C or D. What do I need from the shops, mom? What do I need? need بيجي بعدها ايه؟ to زائد مصدر. what do I need to buy from the shops. قال لي طبعا number 2 قلنا ايه؟ قلنا your glass, paper and plastic products
to conserve energy. قلنا recycle هنعيد تدويرها. 3 they have been playing for 3 hours now. They have been studying. طبعا ده مضارع تام مستمر وده زمن طبعا انت درسته. There are amazing of dinosaurs in the science museum. They are amazing products, fossils, pipes, lighthouses. هتبقى طبعا fossils اللي هي الحفريات من الديناصور. قال لي هنا complete number 5 complete the following sentences with the correct form of the words in brackets. هنكمل الجمل بالشكل الصحيح للكلمة اللي بين الأقواس. بيقول لي what would you do if you be rich. أول ما تلاقي be تعرف إنك هتكمل بam أو is أو are أو was أو were على حسب بحاجة من مشتقات verb to be. تمام؟ أول ما نلاقي be نعرف إن احنا هنكمل بحاجة من إيه؟ من verb to be. فهنا هقول إيه؟ what would you do if you would. دي قاعدة if وwould هنا بتقول إن دي إيه؟ second conditional if حالة تانية يبقى if you وإيه؟ were. تمام؟ قال لي I didn't go out until من علامات الماضي التام بتيجي مع ماضي تام منفي وهنا ماضي تام. احنا قلنا ماضي تام اللي هو had وتصريف تلت until I had finished. طبعا علشان لو عرفت تجاوب وتقول لنفسك انت ليه اخترت دي او ليه عملت دي وعرفت تجاوب على السؤال ده صح يبقى انت كده بتحل صح والدنيا تمام. ما عرفتش تجاوب وتقول ليه انت اخترت دي او ليه عملت دي يبقى انت كده ايه يعني هشك في الاجابه بتاعتي. فانا لازم ابقى عارف انا بختار ليه. انا ببقى عارف انا بحل دي كده ازاي على اساس اي قاعده والكلام ده كله. طيب وبعد كده آخر جملة بيقول لي Amr told me that he travel abroad the next week. يعني معنى كده إن الجملة دي كانت مستقبل. كانت إيه؟ مستقبل. وإحنا عارفين طبعا told هنا يعني حولناها لكلام غير مباشر. يعني لما نحول جملة في المستقبل لغير مباشر will هتبقى would. يبقى that he would travel. That he would travel abroad the next week أو the coming week. خلاص. وآخر سؤال بيقول لي write a paragraph of 6 sentences on protecting our planet. إزاي نحمي الكوكب بتاعنا. طبعا مهم جدا 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 إنك أنت organize your ideas. إنك أنت تنظم أفكارك. إنك أنت تحط جملة topic. إنك أنت تكتب punctuation marks صح. تكتب grammar صح. تكتب جمل مظبوطة كلها في المحتوى وهكذا. دي كلها حاجات مهمة وإحنا بنكتب جرامر وفي فيديوهات كتيرة أنا عملتها إزاي تكتب باراجراف بطريقة صحيحة وبسيطة وسهلة جدا وإزاي تنظم أفكارك وإزاي تعمل brainstorming والكلام ده كله. هسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف تحت الفيديو. وبكده طبعا نكون انتهينا من حل محافظة القاهرة ونحل مع بعض المحافظة اللي بعدها. أول سؤال عندي هو سؤال المحادثة. محافظة الدقهلية طبعا بيقول لي supply the missing parts in the following dialogue. بيقول لي هنا علا بتسأل آية فبتقول لها have you ever read about صفية المهندس. آية ردت عليها ما نعرفش قالت لها إيه. فعلا سألتها سؤال فآية قالت لها she was the first female radio presenter. هي كانت أول مقدمة برنامج في الإيه؟ في الإذاعة. أول مقدمة في الإذاعة. تمام. يبقى واضح إن آية عارفة معلومات عن صفية المهندس. يبقى كده إحنا عرفنا هي هتجاوب بإيه. ردت علا سألتها سؤال تاني فآية قالت لها she was called the mother of all broadcasters. طيب نيجي بقى نجيب من الأول. فبتقول لها have you read about صفية المهندس. هتقول لها هنا إيه في الإجابة. إحنا قلنا عرفنا yes. هتقول لها كده هون قلنا إيه yes I have.
تمام. yes I have، أيوة أنا قريت. فعلا هتسأل سؤال فبتقولها she was the first female radio presenter، هي كانت أول مقدمة برامج في الإذاعة. يبقى هنا كان السؤال إيه؟ ممكن يكون السؤال who was she؟ who was she؟ مين هي؟ أنا سمعت الاسم ده بس ما أعرفش، فقولي لي مين هي؟ who was she؟ لأن the first radio presenter عاقل هنسأل عنه بهو، وعندي was وشي، يبقى who was she؟ she was the first female radio presenter. she was called، يبقى هنا هنقول إيه؟ the mother of all broadcasters، ده لقب هي خدته، يبقى هنسأل ب what إيه؟ was فاعل she called. What was she called؟ she was called the mother of all broadcasters. نيجي للي بعد كده. read and complete the text. بيقول لي must environment renewable mustn't fossil. We should do our best to keep the environment clean. We cut down trees because they absorb carbon dioxide. Also, we mustn't burn fuels to avoid climate change. That's why we should use energy such as power, so we will be able to live in a safe planet. نيجي من الأول. بيقول لي we should do our best to keep the environment clean. We mustn't cut down trees. يبقى هنكتب هنا mustn't. We mustn't cut down trees because they absorb carbon dioxide. المفروض ان احنا مش هنقطع الاشجار علشان هي بتمتص ثاني اكسيد الكربون. Also we mustn't burn fossil fuels to avoid climate change، عشان نتجنب climate change. That's why ده علشان كده احنا طبعا اخترنا كلمة mustn't عشان نقل الاختيارات وكلمة fossil. That's why we should use energy. هل renewable ولا environment ولا must؟ هتبقى renewable اللي هي المتجددة. Energy such as solar energy and wind power, so we will be able to live in a safe must ولا environment؟ طبعا environment. تمام. وبكده طبعا نكون خلصنا السؤال التاني. نيجي للسؤال التالت. السؤال الثالث قطع على seagrass. قال لي seagrass is found in the sea along the coasts of many countries. It's food for many sea animals including turtles. Baby fish and sea animals live in seagrass because it's a safe place. Seagrass helps the sea to stay healthy and it can help stop climate change. This is because seagrass absorbs 10% of the ocean's carbon dioxide every year. Seagrass absorbs carbon dioxide 35 times faster than rainforests. That's why seagrass can help stop climate change. About 90% of all seagrass has disappeared from the UK's coast in the last 100 years. However, there is an environmental project in the UK that is growing new seagrass. القطعة طبعا زي ما قلنا مهم جدا ان انا اقرأها واترجمها واقرأ الاسئلة. تمام. بيقول لي هنا where is seagrass found؟ السيجراس موجودة فين حتة؟ They are found
طبعا أيام seagrass is found in the sea along the coast of many countries. Seagrass is found in the sea along the coast of many countries. خلاص زي ما قلنا كده بننقل الإجابة. قلنا seagrass is found in the sea along the coasts of many countries. خلاص. طيب نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال التاني بيقول لي why do baby fish live in seagrass? Why do baby fish live in seagrass؟ ليه البيبي فيش بتعيش في seagrass؟ نجيب من القطعة baby fish and sea animals live in seagrass because it is a safe place. يبقى هنكتب كده because it's a safe. يبقى هنقول because it is a safe place. طيب تالت سؤال how much carbon dioxide does seagrass absorb؟ طيب ايه كمية الكربون دايوكسيد اللي seagrass بيمتصها؟ هنشوف في القطعة بيقول لي seagrass absorbs 10% of the ocean's carbon dioxide every year. يبقى وهتبقى الإجابة it absorbs 10% of the ocean's carbon dioxide. نيجي للسؤال اللي بعد كده. طبعا كل اللي احنا قلناه كل الفوائد اللي احنا قلناها على seagrass هتبقى seagrass is dangerous to ولا good for ولا bad for ولا harmful ولا harmful هتبقى good for. Rainforests absorb carbon dioxide seagrass faster than ولا as fast as ولا fastest ولا slower than. نشوفها كده في القطعة. هو قال لي ايه؟ هو بيقول لي هنا بيقارن او هنا قالها لي يعني that's why seagrass can help stop climate change. About 90% of the seagrass has disappeared. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي seagrass absorbs carbon dioxide 35 times faster than rainforests. 35 مرة أسرع من rainforests. يبقى معنى كده إن rainforests slower ولا faster؟ هتبقى طبعا slower. أهي slower than. يبقى أنا برجع حتى في الاختياري برجع للقطعة عشان أكون متأكدة من إجابتي. نيجي ل choose the correct answer أو choose the correct word from A, B, C or D. بيقول لي when I was ill last week I to hospital. When I was ill I took ولا taken ولا was taken ولا was taking. I was taken. I was taken طبعا مبني المجهول في الماضي البسيط. I was taken to hospital. Number 2 if I had more time لو أنا عندي وقت أكتر I read more books. I would ولا will ولا had ولا was. if ماضي بسيط يبقى طبعا would ومصدر. The antonym of kind takes the prefix. الانتونيم المضاد بتاع كلمة kind بياخد البريفكس am ولا on ولا in ولا up. unkind. That helps us to see very distant objects well. ايه اللي بيساعدني ان انا اشوف الاوبجكتس البعيدة كويس جدا؟ هيبقى تلسكوب. آخر سؤال عندي قبل الباراجراف بيقول لي complete the following sentences with the correct form of the words in brackets. We used to wasting water but now we try to save water. We used to used to waste مصدر. We used to waste water. قال لي هبة do her homework for 2 hours. هبة she hasn't finished yet. طبعا for من علامات المضارع التام وعلامات المضارع التام المستمر. هنا بيقول لي she hasn't finished yet لم تنتهي من الفعل بعد. يبقى has been doing. has been doing اللي هو مضارع تام مستمر. A witness told that the building was on fire. يبقى a witness said that. A witness said that. خلاص. وآخر حاجة طبعا الباراجراف بيقول لي your personal goals and ambitions. طموحاتك طبعا والأهداف الشخصية اللي انت تتمنى تحققها. لو انتوا عايزين اكتب لكم في اي موضوع دول اكتب لي في الكومنتس وانا اكتب لك موضوع عنه، لان الموضوعات لحد دلوقتي انا شايفاها سهلة جدا جدا.
ونيجي للامتحان اللي بعده والنموذج بتاع محافظة الجيزة. بيقول له هنا، بيقول لي number 1 supply the missing parts in the following dialogues. هاني وعلي. هاني بيسأل علي بيقول له hello علي is this mobile new؟ الموبايل ده جديد. علي قال له hello هاني. هيقول له هنا ايه، yes ولا no؟ قال له yes it is. سأله السؤال قال له my father bought it for me. يبقى هيقول له هنا ايه who، هنسأل على my father بهو، who put it for you. مين اللي اشتراهولك؟ who who bought it for you. قال له my father bought it for me. هنا بيقول سأله هاني سأله سؤال، رد قال له because I have passed all my exams. because يبقى السؤال كان بواي. بواي يا ولاد أداة الاستفهام الوحيدة اللي ممكن أكتبها لوحدها كده ما كملتش السؤال. بقول واي، وممكن أقول why did he buy it for you؟ ليه اشتريهولك؟ قال له because I have passed all my exams. يعني ممكن أقول why وممكن أقول why did he buy it for you. نيجي للسؤال التاني. السؤال التاني بيقول لي طبعا read and complete the text with words from the following list. Language have online articles. بيقول لي I studied English and media at university. I work as an editor. I work for an English website. قال لي nowadays more people read news قال لي I like this job. Lots of different journalists send me their and I to decide which ones are the most important. It's one of the most interesting jobs. بيقول لي هنا I studied English and media. نرجع بقى نكمل. I studied English and media at university. I work as an editor. I work for an English language website. An English language. تمام، أنا بشتغل في موقع لغة إنجليزية. فقال لي هنا nowadays more people read news online. I like this job. news online. الناس بتقرأ الأخبار من على النت. I like this job. Lots of different journalists send me their articles. بيبعتوا لي المقالات بتاعتهم and I to decide which ones are the most important. I have to decide. وأنا اللي بقرر. وطبعا اونلاين احنا كنا اخترناها قبل كده. أنا اللي بقرر أنهي الأهم في المهم. وبعد كده نيجي لسؤال القطعة اللي بعد كده. بيقول لي فاروق شوشة is a well-known radio presenter and a famous poet. فاروق شوشة طبعا مقدم إذاعة مشهور وشاعر مشهور. He was born in Damietta in 1936. He went to a nearby elementary school. He went to the local library at a very early age and he was able to read many books in the Arabic language. Later on بعد كده he went to Cairo University. بعد كده ذهب لجامعة القاهرة and graduated from the faculty of دار العلوم in 1956. شوشة presented many programs. هو قدم برامج كتيرة. He always talked about the beauty of the Arabic language and its rich literature. For this reason, للسبب ده, he was called the guardian of the Arabic language. He won the Nile Prize for Literature in 2016. تمام، وفاز طبعا بجائزة النيل في الأدب 2016. فهنا الأسئلة بيقول لي what did Shusha always talk about? What did Shusha always talk about؟ هنجيب من القطع. He always talked about the beauty of the Arabic language and its rich literature. He always talked about the beauty of the Arabic language and its rich literature. هنجيب من فوق وننقل الإجابة بتاعتنا. وطبعا طلبة الأزهر انتوا ما بتجاوبوش في نفس الورقة، انتوا بتجاوبوا في كراسة إجابة. فتكتب طبعا question number 3 وتكتب number A number 1 point number 1
وتكتب الإجابة بتاعتك. Number 2. Where did he go at a very early age? Where did he go at a very early age? راح فين في مقتبل عمره، يعني في البدايات كده. He went to the local library. He went to the local library at a very early age. Number 3. Which faculty did he graduate from? اتخرج منين؟ He graduated from the faculty of دار العلوم. طبعا اتخرج من كلية دار العلوم. بيقول لي هنا شوشة was born in the century 19th ولا 20th ولا 13th ولا 60th. هتبقى 20th century. He was called the of the Arabic language Gardenian. خلاص. بعد كده السؤال choose the correct word from A, B, C or D. We enjoy our rubbish. It's fun and it helps the environment. We enjoy to recycle ولا recycling ولا have recycled ولا being recycled. Enjoy بيجي بعدها فعل زائد ing يبقى enjoy recycling. I think that the internet is a of modern technology. Wonder ولا wind ولا wind ولا waved is wonder يعني ايه؟ wonder يعني عجيبة من عجائب التكنولوجيا الحديثة. Factories a lot of pollution. They should reduce it. Introduce, influence, inform, produce. Factories produce. طبعا المصانع بيطلع منها كثير من مسببات التلوث وطبعا المفروض يقللوا. Number 4. I didn't have lunch. I had returned home. هتبقى أنهي رابط اللي بيجي قبليه ماضي بسيط منفي بعديه ماضي تام until I had returned home. ونيجي ل number 5. My house plank is built in around 2000. is built هتبقى was built لأن طبعا ده ماضي سنة فاتت. If it is hot tomorrow we would go to the beach. لو الجو if it is hot tomorrow غدا we will go. دي طبعا if حالة أولى. In the past people used to get paper bags at supermarkets. used to. وبكده طبعا نكون جينا نسأل paragraph. Write a paragraph of 6 sentences on why are trees important. ليه التريز مهم. وزي ما قلت لكم طبعا عايزيني اكتب لكم اي موضوع من موضوعات الباراجرافات اللي احنا خدناها في الامتحانات اللي احنا خدناها. اكتب لي في كومنتس انهي موضوع عايزني اكتب لك عنه وانا ان شاء الله اكتب لكم عنه. وبرضو لو عايزين اعمل لكم مراجعة نهائية باذن الله ليلة الامتحان نعملها لايف باذن الله قولوا لي برضو وانا اعمل لكم. اشوفكم على خير باذن الله في فيديوهات لاحقة. ما تنسوش لايك وشير لكل زمايلكم عشان يوصل لاكبر عدد من المستهدفين بالفيديو ده. واشوفكم على خير باذن الله في فيديوهات لاحقة. باي.